صباح الخير عليكم. النهاردة التلات 16/7/24، توقيت المحلي في ملبورن 11:15 صباحا. أنا متواجدة في وسط البلد، ناحية مجموعة من المستشفيات كده، وفكرت اعمل لكم فيديو علشان احكي لكم قصة حصلت معايا من كام يوم. عايزة اوصل رسالة، اقول فيها انه الامانة مهمة جدا في الحكومات. الحكومات الفاسدة مهما طالت مش هتستمر. من كام يوم في حد فيجر، she's executive في حكومة الولاية في فيكتوريا، أعرفها معرفة شخصية. تاني position في وزارة الخدمات، السيرفيسز، دي الوزارة المعنية بمباني اللي تمتلكها حكومة الولاية، والصيانة والبيع والشراء والإيجار من الملاك إذا كانوا محتاجين يأجروا مكان في أي حتة في الولاية. دي الوزارة المعنية بكده يعني، وهي تاني راس في الولاية، هي تاني راس في الوزارة دي، وزارة الخدمات. في حد بعت لها من مكتب الوزير هنا أعني بيه رئيس الوزراء في الولاية. زي ما انتوا عارفين ان أستراليا فيها 3 مستويات من الحكومات، في الحكومة الفيدرالية، في حكومة الولايات، وفي الحكومة المحلية اللي هي بتعني بالأحياء وخدمة الأحياء من كولكشن للتراش وسفلتة الشوارع وتنقية الحدائق يعني أي حاجة خاصة بخدمة الأحياء دي. أنا بقى بتكلم على المستوى التاني اللي هو حكومة الولاية. فحكومة الولاية فيها بريمير اللي هو رئيس الوزراء، وتحت الوزراء وتحتهم الستاف بقى. فهي تعتبر تاني راس في الوزارة دي، في وزارة الخدمات. في حد من مكتب الوزير الكبير اللي هو رئيس الوزراء يعني في الولاية اتصل بيها عشان يطلب منها ان ياخدوا الاذن ان هم يستعملوا الاريا اللي فيها الشاور في مبنى معين من المباني المودرن، وهو مكاتبهم في مبنى قديم، بس هم مش من حقهم يستعملوا الفاسيليتي بتاعة الشاور في المبنى المودرن ده او المبنى الجديد ده. فهي طبعا ردت عليه، قالت له لا، انتوا مش مسموح ليكوا وما اقدرش اوافق على حاجه زي كده، لانه احنا لا نملك ان احنا نستخدم الفاسيلتي دي تحت اي مسمى. فرد عليها وقال لها بس انا عارف ان انتي ممكن توافقي ونستعمل الشاور اريا دي. فردت عليه قالت له لا، ليجلي مش من حقنا، وانا ما اقدرش اوافق على حاجه زي كده لانها كان هتاثر على امانتي في العمل اللي هي الانتجريتي، وده يعتبر فرود، فساد اداري مني
لو انا وافقت على حاجه زي كده. فبعت قال لها بس اكيد في، يعني هو مصر ان هو يستعمل الفاسيلتي دي اللي هي مش من حقه اصلا، لا قانونا ولا حتى من تحت الترابيزه ولا تحت الكرسي ولا في الدرج ولا اي حاجه من المصطلحات اللي انتوا بتستعملوها دي. فالست عشان تختصر موقف ان ايميلات رايحه وجايه وتليفونات وبتاع، قالت له طب خليني سيبني افكر وارد عليك. الست الاكزيكتيف دي بتقبض فيما يعادل 180 ألف أسترالي في السنة، اضربوها في 20 شوف يطلع كام. الهانم دي قررت انه لو هو ضغط عليها اكتر من كده هتستقيل، لان مش ممكن بعد كل هذا، يعني هي بتخدم الحكومة بقالها فوق 25 سنة، فمش معقول بعد 25 سنة حد يقدر يعني يمس امانتها في العمل. فهي قالت ان لو هو فضل يضغط عليها بالشكل ده هتضطر تستقيل، يعني هتضحي بمركزها وبالفلوس اللي بتقبضها من شغلها عشان خاطر امانتها في العمل. مع ان الموضوع بالنسبه لي انا وانت المصريين تافه، ايه يعني لما يستعمل الدش في الاريا دي؟ بالنسبه لهم هم لا مش تافه، لانه بيمس ضميرهم، بيمس امانتهم. هتعيش ازاي مع نفسها لو اكتشفوا ان هي عملت حاجه غلط ووافقت على حاجه ممكن تضر مصلحه الحكومه في رأي او في يعني قدام الرأي العام في فيكتوريا؟ يعني ممكن الحكومة تستقيل بسبب حاجة زي كده. فاللي انا عايزة اوصله لكم من الفيديو ده انه الامانة في العمل شيء راقي جدا، ومش عايزة اروح في حتة كل المصريين بيروحوا لها وهي الدين. انتوا بتجيبوا سيرة دينكو او الديانة او الريليجيوس في كل جملة مفيدة أو غير مفيدة. أنا مش هقول الست دي توجهاتها الدينية إيه، بس يكفي إن أنتوا تعرفوا إن هي ما بتصليش مثلا. طبعا الشيء ده ما يهمنيش في شيء، أنا شخصيا ما يهمنيش في شيء، لأنه مش مقياس. إنما أنتوا بالنسبة لكم عشان بتحطوا المظاهر الدينية نمبر 1 في حياتكم، ف يعني مش عايزة أدخل. المهم يعني القصة كلها تكمن في انه الامانة في العمل يا جماعة هي اللي بتعلي من قيمة الفرد، تعلي حاجة من ضمن الحاجات اللي بتعلي من قيمة الانسان في المجتمع وفي وجهة نظره لروحه، في ضميره. الفساد في الحكومات بيدمر الدول، بيدمر المجتمعات. انا افضل ان انتوا تبقوا ملحدين ما تعرفوش ربنا بس تشتغلوا في اشغالكم اماكنكم بامانه، التعامل مع الاخر بضمير. مش عايزه اطول عليكم اكتر من كده، انا نورمالي بعمل فيديوهات لمده 5 دقايق، احنا كده عدينا ال5 دقايق. برجاء يعني رجاء انه تراجعوا نفسكم شويه وانتوا بتتعاملوا مع الناس، وخصوصا الناس اللي بتشتغل في مكاتب حكومة ومع البابليك. راعوا ضميركم واركنوا الكتب المقدسة على جنب، واركنوا التدين الظاهري على جنب. صدقوني مش هيوصلكوا لحاجة لو انت ضميرك ميت. وكل الشكر والتحية، سلام.